السلام عليكم. درس جديد من دروس تعلم نظر السياقة بالعربي. درس اليوم عن الوقوف والتوقف. العلامات الرئيسية بهذا الموضوع هي هاي العلامة، هاي علامة التوقف، وهاي علامة الوقوف. ما مبوع على هذا الأرقام بالوقت الحاضر، لكنه مبوع على هاي العلامة، يعني أشرحها. الفرق اللي بيناتهم أنه بهاي العلامة ممكن توقيف السيارة لمدة بسيطة، انتظار شخص لكنه بهاي الحالة غير ممكن. فهاي العلامة الرئيسية. المحددات وشلون اقدر اقرا هاي الارقام. في احيانا تكون هاي العلامة مرفقة بارقام فترة زمنية. فالارقام الرئيسية هي الارقام الداكنة السوداء، تعني الفترة من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، ايام اعتيادية. الارقام اللي بين قوسين تعني ايام السبت، واليوم اللي يسبق الاحد، واليوم اللي يسبق الاعادة الرسمية. المحدد الأخير الأحمر الداكن، أيام الأحد والإعادة الرسمية التي هي تكون عادة أيام حمراء. هاي الفكرة الرئيسية للموضوع. أكو تفاصيل أكثر إن شاء الله نتطرق لها بدروس قادمة، وشكرا جزيلا.